أهلا بحضراتكم. حوار اليوم هو حوار حول الوطن والمواطن. حوار اليوم عن نوعين من المواطنين. السواد الأعظم من الشعب المصري شعب عاشق لتراب بلده ولا أحد يزايد على ذلك، وبعض القلة والنماذج خارج حدود الوطن اللي تعاون مع الشيطان ضد هذا الوطن. فرق كبير جدا بين مواطن بيحب بلده وفرق كبير جدا بين مواطن بيخون بلده. المواطن المصري على مر التاريخ هو الساعد والسند لبلده، ولما نقرأ المشهد حتى في الدول اللي سقطت حكوماتها والدول اللي تهاوت مؤسساتها، مش هتكلم عن نماذج غربية وإنما هتكلم عن نماذج عربية شقيقة، مجرد تخلي المواطن عن دوره أصبح الوطن فريسة سهلة، أصبح الوطن سهل جدا يعبث به من يشاء. ووجدنا جيوش كان بيضرب بها المثل تهاوت هذه الجيوش. كان السبب في هذا الانحدار هو تخلي المواطن في هذه الدول عن مساندة مؤسسات دولته. احنا مصلحتنا بلدنا، لا نتحدث عن أشخاص ولا نحابي أحد على حساب أحد، إنما نتحدث عن وطن، عن دولة، عن مؤسسات، عن كيانات هي ثلاثية لابد من الحفاظ عليها: الجيش والشعب والشرطة. طالما هذه المؤسسات بخير مصر بخير. لازم كلنا نساعد في ده. لا سميه بقى ان انا بطبل لبلدي، بهلل لبلدي، بطبل لبلدي وبهلل لبلدي، ولازم كلنا نطبل ونهلل لبلدنا. امال هنطبل لمين؟ لاسرائيل؟ شيء طبيعي جدا ان انا اعتز ببلدي، شيء طبيعي جدا ان افخر ببلدي، شيء طبيعي جدا لما الاقيك بتخني امام السفارات اقول لك انت خاين. عيب، مش ثقافتنا كمصريين، عيب وجرم كبير جدا، لان ده مش طبيعة المصري. المصري طول عمره فدائي، المصري هو اللي بيحب بلده بجد. انا اسف على الاطالة، ولا يفتى ومالك في المدينة. ومعي شخصية مصرية من الناس أصحاب الرؤية والرأي اللي في هذه الجزئية تحديدا له مقالات عدة وله دراسات عدة. الأستاذ الدكتور يحيى هاشم، أستاذ علم الاجتماع وخبير التنمية البشرية، اللي مشرفنا في هواء اليوم، والسياسي الكبير المعروف طبعا. أهلا بحضرتك. أهلا بسيادتك يا فندم، أهلا وسهلا. أنا محق في اللي قلته ولا أنا مزودة حبتين؟ خليني في البداية بس أعبر لحضرتك عن سعادتي لوجودي مع سيادتك في البرنامج النهاردة، لأنه حضرتك من الرموز الإعلامية الوطنية المهمة اللي بتحب مصر بجد وبتحب ترابها بجد، وده اللي احنا محتاجينه حاليا في بلدنا. كل أبناء مصر المخلصين الوطنيين المحبين لهذا الوطن لهم دور فعال في دعم الدولة المصرية. طبعا مقدمة حضرتك كانت مقدمة قوية جدا ومهمة جدا، ولمست عناصر غاية في الأهمية والخطورة، لأنه زي ما سيادتك ذكرت أنه المواطن هو العمود الفقري. المواطن المصري هو كلمة السر في الحفاظ على الدولة المصرية، في دعم استقرارها، في قوتها، في كافة الأمور. هتلاقي أنك بترجع للمواطن في النهاية. كلما كان هذا المواطن لديه وعي، كلما كان هذا المواطن لديه معرفة وحب وولاء وانتماء لبلده، يقدر يبقى داعم ليها. دكتور يحيى، لا أحد ينكر أننا نواجه تحديات سواء على المستوى الخارجي طبعا. أو على المستوى الدولي. طبعا. ما فيش مجتمع بدون تحديات. صحيح. خلينا نفند هذه التحديات ونبدأها أولا بالتحديات التي تواجه مصر على المستوى الدولي. خلينا ننظر لهذا الأمر نظرة كده بانورامية بعين الطائر من أعلى. هنلاقي أن بالفعل التحديات الإقليمية والجيوسياسية اللي بتواجهها مصر كبيرة وخطيرة، لأنه كافة المحاور الاستراتيجية للدولة المصرية عليها تحديات، سواء الجانب الخاص بغزة وفلسطين وإسرائيل، جانب ليبيا، جانب الجنوب، تحديات صد حدودنا ملتهبة، حدودنا فيها طبعا تحديات كثيرة جدا، وده يمكن لم يحدث من قبل. يعني كان في الغالب بتبقى التحديات في محور معين والدنيا مركزة معاه. طبعا ده يوري حضرتك مدى خطورة الوضع ومدى أهمية إن أنا أبقى مدرك
ان بلدي بتواجه كل هذه التحديات على كافه هذه المحاور من كل الاتجاهات، وكل اتجاه له مخاطره وله اللي بيدعمه وله اللي عنده الاهداف اللي عايز يخترق صحيح. منها الدوله ويحقق منها النتيجه. طيب ما هو يعني الدوله عشان تواجه كل هذه الامور من كافه المحاور، شرق وغرب وشمال وجنوب، اكيد طبعا بالاضافه للاجهزه السياديه اللي فيها، محتاجه العمود الفقري بتاعها، محتاجه المواطن يبقى قوي وصلب وواعي ويقظ. ومدرك ويقظ لكل اللي بيحصل ده. طبعا. ده برؤيه عامه من الخارج. مم. طيب نبص جوه بقى بتفاصيل دقيقه شويه. هنلاقي في تحديات كتير قوي جوه بتقابلنا في بلدنا، محتاجين نبقى واعيين بيها، محتاجين نبقى شايفينها، محتاجين نشوف هنشتغل عليها ازاي. عندنا تحديات اقتصادية لا شك ولا ننكر ذلك، بس طب ما احنا محتاجين نشتغل على التحديات الاقتصادية دي عشان نزود من الصناعة، نزود من الزراعة، من الثروة الداجنة والحيوانية، نبقى دايما واقفين على ايدينا ورجلينا على أرض صلبة في هذه الجوانب، لأن هي دي ببساطة كده بدون دخول في تفاصيل اقتصادية يعني تبقى متشابكة شوية، إنه هي دي الثلاث عناصر الرئيسية اللي لو ركزنا فيها على الأزمات الاقتصادية بتاعتنا هنحقق نتيجة. طيب إذا انتقلنا إلى محور آخر، هنلاقي إحنا بنواجه النهاردة حاجة اسمها آليات هدم وتفكيك المجتمعات اللي بتتطور بشدة لاختراق الدولة وهدمها، ممثلة في انتشار الشائعات ورسم الصور الذهنية الزائفة عن الدولة وعن إنجازات الدولة. وخليني أخد هنا جزء مهم في مقدمة حضرتك بحييك عليه، إنه هي ايه المشكله ان احنا نطبل لبلدنا؟ ايه المشكله ان احنا ندعم بلدنا؟ هو حلال على اي حد في اي بلد في الدنيا لما بلده تعمل انجاز يدعمها ويهلل لها ويبرز صورتها الحلوه في وسائل التواصل وفي الاعلام وفي كل حاجه، وتيجي كل علينا الناس احنا حرام بتترجم ده وبتحب ندعم بلدها. بلدنا؟ ده نوع من الحب، ما هوش طبعا. مش حرام هذا الحب. ما هو ده يا فندم من شغلهم بالطريقه العكسيه علينا، ان يخلونا نعتقد انه لما اجي ادعم حاجه حلوه في بلدي، لما اجي اقول لا ده الانجاز في بلدي ده عظيم، ابدا افكر لا يقولوا عليا اني بطبل لمصر، لا يقولوا عليا لا. ما هو دي الفكره، هم دايما بيحاولوا يرسخوا لنا صوره ذهنيه ترجعنا لورا، صوره ذهنيه تبعدنا عن اللي احنا المفروض نعمله. وهنا الوعي، هنا دورنا في ان احنا نبقى عارفين انه مهم جدا ان كل ما يحدث في بلدنا من انجاز، كل ما يحدث في بلدنا من امور خطيره، لا نطلع ونتكلم ونقول وندعم ونحتفل بانجازات وانتصارات في بلدنا. ده مش عيب، ده قوه ووطنيه وحب وولاء لهذا الوطن. دكتور يحيى هاشم، أستاذ الاجتماع وخبير التنمية البشرية، أنا عايز أنتقل مع حضرتك عن جزء مهم جدا، وهو إن على مر التاريخ مصر هي رمانة الميزان وستظل بإذن الله. بإذن الله. على مر التاريخ مصر هي الساعد والمساند لكل البلدان العربية. على مر التاريخ هي مصر الشقيقة الكبرى لكل العواصم العربية. صحيح. وعلى المستوى العربي مصر علاقاتها علاقات وطيدة، عشان بس اللي بيشكك في بعض العلاقات العربية أيوة. لا، مصر موجودة في المشهد. طبعا. ومصر يعني العلاقات العربية مش محتاجة مزايدة من أحد، لأن علاقات مصر بالدول، وأنا بحزن جدا لما بلاقي أصل العلاقات الدولية فيها بعض الأزمات طبعا الطارئة. وارد. بنجد بعض الأقلام وبعض من الناس تتناول علاقتنا بالمملكة العربية السعودية أو علاقتنا بالكويت أو بالقطر. هذه الدول دول أشقاء طبعا، ولازم نحافظ على ده طبعا. لأن البعض بيجد فرصة للطعن والدخول من هذا المفترق. طبعا. بص يا فندم، انه التحديات الكثيره منها طبعا الجانب اللي سيادتك ذكرته ده في التشكيك في العلاقات بين مصر وبين البلدان الاخرى، وانتهاز اي ازمه عاديه وطبيعيه وممكن تحصل على انها تضخم وتصاغ بشكل وصياغه يحسس حضرتك ان البلدين خلاص يعني الدنيا بينهم وصلت لمراحل لا يمكن الرجوع فيها. طبعا ده خطير، لانه بيهز استقرار الدوله، بيهز ثقة المواطن في بلده، بيشكك الشعوب في بعضها، ولكن ده شيء مغاير للواقع. لأن زي ما سيادتك ذكرت بالفعل مصر هي رمانة الميزان، بالفعل العلاقة بين مصر وبين كافة البلدان سواء في العالم أو في العالم العربي، سعودية، إمارات، قطر، بحرين، كافة البلدان علاقة طبعا لا يمكن أبدا التشكيك فيها، وعلاقة ستظل أبدية ودائمة إلى نهاية الدنيا.
صحيح. لأنه التواصل والقوة والعلاقة والترابط بين مصر وبين الأشقاء العرب شيء أساسي ومهم جدا إن احنا نقدر نواجه كافة التحديات المتعددة والمتطورة اللي بتواجهنا. صحيح. الدكتور يحيى هاشم، أستاذ علم الاجتماع وخبير التنمية البشرية. احنا في مصر الحمد لله لدينا ثلاثية محترمة. صحيح. لدينا ثلاثية هي زي ما بنقول إن مصر هي رمانة الميزان للعواصم العربية والدول العربية، فهذه الثلاثية هي ثلاثية الحفاظ على هذا الوطن. صح. الجيش والشعب والشرطة. طبعا. شايف هذه المنظومة ازاي، وازاي العلاقة المثالية تستمر، وازاي نحافظ على هذه الكيانات، لأن الحفاظ على هذه الكيانات هو الحفاظ على الدولة المصرية. الجيش والشرطة والشعب هم بالفعل زي ما حضرتك ذكرت هم العنصر الاستراتيجي الأساسي اللي كل المحاولات الهدم أو الاختراق أو بتوجه ليهم طبعا، لأن دول الأعمدة الرئيسية للدولة. خليني أقول لحضرتك كده مقولة أنا يعني بحب أقولها دايما، إن إحنا من الحاجات اللي يعني بتضايق أهل الشر قوي، ومن الحاجات اللي تعب قوي الأجهزة اللي بتشتغل على هدم وتفكيك المجتمعات، ان احنا جيش الشعب وشعب الجيش. ان احنا هويتنا وثقافتنا وشخصيتنا المصرية بتقول على مر الزمن وعلى مر التاريخ ان احنا جيش الشعب وشعب الجيش، وان احنا الاثنين نسيج واحد، وانه مصر بتمتاز من ان هي بس مش عندها الجيش النظامي الطبيعي المعلوم، انما عندها 100 مليون مواطن هم وقت جيش الجد مصر. هو جنود. فدي حاجة على فكرة بتميزنا وبصمة في شخصيتنا المصرية، يعني تعب ناس كتير قوي. لا شك انه دعمنا لقواتنا المسلحة العظيمة ودورها الكبير في انها الدرع والسيف للوطن، دعمنا للشرطة المصرية اللي بتحافظ على الامن والامان الداخلي ومكافحة الارهاب والمخططات و طبعا ده شيء بالعقل كده، من يعني بالعقل كده لما نيجي نفكر فيه، ما هو ده اساس الحياة، ان يبقى عندك درع وسيف وعندك امن داخلي وعندك مواطن بيشتغل وينمي ويكبر ويصنع ويزرع ويدعم بلده ويكبر بلده وحياته تتغير وبلده تتغير. هو السؤال المهم، هو احنا بنبص لبلدان العالم كلها على ان البلاد دي، في بلدان كده يا سلام الحياة فيها جميلة قوي، هي الناس دي عاملة كده ازاي؟ الناس دي على فكرة ما عملتش معجزة، الناس دي حبت نفسها وحبت بلدها بإخلاص، بس كده هو ده اللي عملوه. ودي مش حاجة صعبة علينا، احنا لازم نستعيد استحضار شخصيتنا المصرية بقوة، سماتنا الأصيلة فينا، دعمنا لقواتنا المسلحة، دعمنا لشرطتنا، دعمنا للقيادة السياسية. النهارده انت لما تيجي حضرتك تبص كل اللي احنا بنتكلم فيه في البرنامج ده، من اول كل هذه التحديات على المستوى الخارجي والمستوى الداخلي والمستوى الحدودي والازمات اليوميه والاقتصاديه ومسؤوليه ال 110 مليون ولا ال 105 مليون ولا ايا كان الرقم وصل لكام دلوقتي. طب ما هو القياده السياسيه دي النهارده لما نيجي نفكر هي بتبص للامر ازاي؟ موضوع صعب، موضوع كبير، موضوع خطير، لانه القرار هنا بيمس كل هذا الكيان. وخلينا برضو نذكر هنا حاجة مهمة جدا يا فندم، ونقدم فيها التحية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه الملفات اللي تولاها السيد الرئيس منذ تحمله المسؤولية في جوانب كثيرة من حياة المصريين، وخاصة بقى الجوانب اللي تهمنا كناس بتوع اجتماع خاصة بالإنسان والمواطن المصري خطيرة. هو كان في رئيس جمهورية يا فندم يجرؤ يمس ملف العشوائيات؟ ما حصلش، لأنه ملف شائك وصعب ومعقد جدا ان حضرتك تخش ومكلف طبعا. جوانب كثيرة من الدعم من المبادرات الإنسانية اللي بتقول احنا عايزين نمكن الإنسان من إنسانيته، عايزين نخلي المواطن المصري من حلايب وشلاتين إلى راس التين يعيش حياة كريمة، بيتمتع بالحياة الكريمة في كافة جوانب الحياة. عايزين نعمل مبادرة زي حياة كريمة تغير شكل الحياة لنص سكان مصر. تخيل، بص حضرتك القرار والقيادة والرغبة في ان تخلي مصر فعلا ام الدنيا وقد الدنيا. ما احنا لازم يعني نتكلم مع نفسنا كده بنوع من الامانة والوطنية والاخلاص. مفيش بلد في الدنيا ما فيهاش مشكلات، صحيح. مفيش حياة في الدنيا على الأرض كلها ورد والدنيا لا يعني طبعا. لا طبعا. سهلة وبسيطة ومتاحة ومفيش مشكلات.
بس في في اقوى الاقتصاديات فيها مشاكل يعني طبعاً. مش. طب هل ده يستدعي ان انا بقى اما اجي افكر في الامور، لما اجي اشوف اللي بلدي بتعمله، لما اجي اتحرك مع بلدي وادعمها، يبقى عندي هذا الوعي اللي بيخليني احط الامور في نصابها وابقى عارف بلدي بتعمل ايه، التحديات اللي بتواجهها ايه، ايه الامور اللي صحيح انا دلوقتي تعبان منها، ممكن مضايقاني، ممكن، بس هي مش معموله عشان تضايقني ولا تتعبني، لانه في اولويات في اتخاذ القرار، في معلومات كثيره جدا مش متاحه لينا على القهوه ولا في الكافيهات صحيح. ولا في البرامج، ولكن متخذ القرار عنده على مكتبه المعلومات السليمه المهمه اللي بناء عليها بيتخذ هذا القرار. دكتور يحيى هاشم، استاذ الاجتماع وخبير التنميه البشريه، عايز يعني نتطرق مع حضرتك لملف قد يغفله الكثيرين. لو لم يكن هناك جيش قوي عفي، ولو لم يكن هناك معلومات متوفرة لدى العدو أيا كان هذا العدو، إن مصر تمتلك حاليا جيش قوي، كان الوضع هيبقى في اتجاه آخر. طبعا كنا بنستغرب لما بنجد إن القيادة السياسية والدولة المصرية بتطور في كل أجهزة ال الأسلحة المختلفة في القوات المسلحة، ما بين سلاح الطيران، ما بين سلاح البحرية، ما بين المدرعات، ما بين المدفعية. كل الأسلحة تم تطويرها واستحداثها، وجيش فعلا من الجيوش اللي بيعمل له ألف حساب. احنا مش في نيتنا حرب ولا فيه توجه في الدولة الحرب، إنما لابد أن يكون هناك جيش قوي. صحيح. كتير من الناس ما تعرفش إن هذا الجيش ده منع يعني خطورة كبيرة جدا قد تقع فيها البعض، أو قد يكون هناك نوايا سيئة من قبل بعض الأعداء. شايف الوضع إزاي؟ طبعا القوات المسلحه المصريه العظيمه هي الدرع والسيف الحقيقي لهذا الوطن. تطوير القوات المسلحة اللي تم وتسليحها وإنها احتلت مراكز عالمية متقدمة ده شيء فخر لينا جميعا كمصريين، لأن دي هو عنصر القوة وبيطلق عليه الردع. يعني إيه؟ إن يبقى أعدائك ما بيفكروش أصلا إن هم يحتكوا بيك، ما بيفكروش أصلا إنهم يجوا ناحيتك، لأن هو ده الطبيعي. كلما كانت القوات المسلحة قوية، مطورة، حديثة. المقاتل المصري طبعا ده حدوتة كبيرة جدا. ده أنا لو قلت لحضرتك كده بعض النماذج اللي مجننة لغاية النهاردة العالم في المقاتل المصري واللي عمله في 73 حتى اليوم، عايز أقول لحضرتك إن في مخططات بتتعمل من 73 للنهاردة بسبب تحليل ما فعله المقاتل المصري. هم ما لقوا المقاتل المصري ده النهارده طالع على الساتر الترابي بيجري ولابس السترة وشايل الاربجي وكل هذا الحمل، ولقوه بيجري على الساتر كده زي الصاروخ. قال لك الصحة بتاعت المقاتلين والمصريين دول محتاجين نفكر نعمل لهم ايه، ده صحتهم كويسة جدا. لما لقى المقاتل المصري بيقدر انه ومقاتل واحد يدمر 20 دبابة ويدمر كذا ويدمر كذا، لقى انه طب ما الناس دي عندها رؤية وابصار قوي جدا، طب احنا نشتغل عليهم ازاي عشان نخلق اجيال جديدة قادمة نضعف هذا البصر، نخلي الناس مرتبطة بالشاشات وبالجيمات وبالالعاب، عشان لما نيجي على المستقبل بص التخطيط. لما بتيجي تلاقي ام مصرية عندها ابن في التجنيد في ذلك التوقيت، ولادها الثلاثة أو الأربعة بينضموا ويتطوعوا في الجيش للدفاع عن الوطن. ده إيه الأم المصرية وإيه الترابط المصري اللي جوه الأسرة المصرية دي اللي مخلي الناس دي كلها تعشق تراب بلدها. كل دي أفعال قامت بها الأبطال من قواتنا المسلحة، أذهلت العالم وخلت العالم كله اللي ضدنا أو بيفكر يضرنا بيفكر يشتغل علينا إزاي عشان يضعفنا. ولكن الحمد لله قواتنا المسلحة قوية، تطويرها مهم، ودي فكرة المعلومات اللي كنت بقول لحضرتك عليها. متخذ القرار النهاردة لما اتخذ هذا القرار بأنه يطور القوات المسلحة ويسلح ويعمل ويوصل هذه المرحلة، بناء على إيه؟ بناء على معلومات، بناء على رؤية، بناء على أهمية استراتيجية قصوى لا يمكن التنازل عنها. دكتور يحيى هاشم، أستاذ الاجتماع وخبير التنمية البشرية. الإعلام، بنجد في بعض الأحيان طبعا الإعلام الخارجي، الأبواق الخارجية اللي تقريبا يعني هي مكلفة
بالحرب الكلامية الغوغائية ضد مصر. نفسي يعني علشان ما يحصلش حالة من اللخبطة والبلبلة، أنا شخصيا عملت كده. أنا القنوات اللي فيها يعني ليل نهار متواجدة لمجرد النيل من مصر أو مجرد الحديث عن مصر بطريقة غير لائقة، أنا لغيتها من عندي. ليه؟ لأن أنا مش عايز، يعني مش هو أنا مفيش حد بيراقبني، أنا لو أشوف يعني أشاهد ما أرغب فيه، لكن في نفس الوقت أنا حسيت إن الغوغائية الكلامية ديت هي مش هتغير في اتجاهي ولا هتغير في فكري ضد بلدي ولا الحب البلدي، إنما هي قد تؤثر في بعض الجيل اللي ما عندوش فكرة عن الماضي القريب. صحيح. فبالتالي نمنع هذه القنوات الغوغائية من بيوتنا مبدئيا. الحاجة التانية ان احنا كمصريين في برامجنا يبقى في حملة شاملة عامة من كل البرامج المسائية والصباحية للوقوف خلف الدولة المصرية. لازم كلنا كإعلام صحيح. يبقى لدينا رسالة، مش رسالة موحدة وإنما إطار عام هو حب مصر. صحيح. خليني أحيي حضرتك على هذه الجزئية، لأنه الإعلام هو آلية النفاذ إلى قواعد المجتمع بالكامل، وهو الآلية التي تصنع الوجدان والوعي وترسخ المفاهيم في أذهان الناس. فتخيل حضرتك بقى الآلية الخطيرة دي اللي بتشتغل على العين وعلى الرؤية وعلى الفكر وعلى الودن، بسمع حضرتك بتقول إيه وبتبهرني بالصوت والصورة والأداء والضيوف اللي بيوجهوا الرأي العام الحنجوري. خطير خطير. حقيقة الأمر إنه الإعلام ده آلية في منتهى الخطورة، ولذلك احتياجنا للإعلام الوطني الصادق المخلص اللي بيحب بلده هو الاحتياج الحقيقي. احتياجنا لأن احنا زي ما حضرتك ذكرت يبقى عندنا إطار وطني عام حقيقي كلنا مؤمنين بيه، اللي بيشتغلوا في الإعلام والضيوف اللي بيجوا يتكلموا في البرامج وحتى اللي بيستخدم السوشيال ميديا، لانه ما هو ده جزء النهارده مرتبط بتطور صحيح. بقى الاعلام عن صحيح. الشاشه الطبيعيه. بقى في شاشه النهارده في ايد ال 100 مليون مواطن، كل واحد فينا معاه تلفزيون ماسكه في ايده. صحيح. فالامر خطير، الامر بيحتاج فعلا الى هذه الرؤيه وهذا الوعي، لانه انت بتصنع وجدان، بتشكل فكر، بتخلي الراي العام يتوجه نحو توجهات انت بتحددها وتوجهها بكتر ما انت بتظهر له الصوت والصورة والإبهار عشان ينقاد وراءها. وده اللي بيستعمله أعداء الوطن ضدنا أحيانا في الإعلام الموجه أو وسائل التواصل الاجتماعي الموجهة. يفضل دايما يظهر لحضرتك بتكرار الصورة السلبية، بتكرار دائم الحاجة الغلط، عشان يحاول يبين لحضرتك انه الحادث ده او السلوك ده او الامر اللي كلنا بنرفضه مجتمعيا ده على فكره ده بقى الطبيعي. وحضرتك اللي ده قديمه ما انتش متابع الزمن، لا، في حاجات لا يمكن تمحوها من هويتنا، في حاجات لا يمكن محوها من ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا واصولنا اللي اتربينا عليها، عشان تقنعني بانه هو ده التطور وهي دي السوشيال ميديا وهو ده العالم الجديد. لا، احنا مع التطور طبعا، مع التكنولوجيا طبعا، مع استخدام كافة وسائل التواصل الاجتماعي وكافة وسائل الإعلام بشكل متطور وحديث، أيوة طبعا، بس لازم بوعي، بوطنية، بإدراك إنه اللي بيتقدم لي ده شكله إيه. ما هو أنا كمواطن هنا عليا دور افرز. صحيح. عليا دور اقيم هو ليه عمال يطلع لي الموضوع ده على طول كده بالخوارزميات اللي بتحصل وبالذكاء الاصطناعي ليه عمال يكرر لي الموضوع؟ هو ليه ما بيكررليش حاجه ايجابيه في بلدي؟ هو ليه ما بيكررليش حاجه لما اقراها او اسمعها كمحتوى تفيدني؟ ليه دايما الترند، لو جيت افكر انا كده، ليه الترند اللي عمل هوس مجتمعي اما اجي اخش وابص عليه حقيقه الامر هو شيء تافه جدا ومحتوى تافه جدا ولا يرقى لاي شيء؟ طب هو ليه عملوا كده؟ ما هو اللي بيقدر يتحكم صحيح. في انه يعلي دي وانه ينزل دي. هتلاقي حضرتك دايما انه ما يطفو على السطح او ما يجذب القواعد الجماهيريه الاكثر بطريقته اللي بيستعملها هو المحتوى الذي لا قيمه له. اما الامور اللي هتضيف لي قيمه مضافه، الامور اللي هتديني وعي، الامور اللي هتديني معرفه، بتلاقيها دايما بتيجي يعني متأخرة شوية. وهي دي الخطورة، ان انا لازم ابقى مدرك ان الاعلام ده ووسائل التواصل الاجتماعي وكل هذه الاليات لازم استعملها بوعي عشان ابقى داعم لبلدي بحق.
دكتور يحيى هاشم، أستاذ علم الاجتماع وخبير التنمية البشرية. لا أحد يزايد على دور مصر طبعا تجاه القضية الفلسطينية. طبعا. وعلى مر التاريخ مصر هي الدولة الوحيدة اللي استمرت، وأقول مرة تانية الوحيدة التي استمرت في مساندة القضية الفلسطينية، وكم من جولات وكم من مباحثات تبنتها مصر منذ أن كان الزعيم الراحل ياسر عرفات مع الزعيم الراحل محمد أنور السادات، ثم اكتملت بعد ذلك المباحثات وأيضا دور مصر أيام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، ثم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي هناك جولات وجولات واستقبال لكل العناصر الفلسطينية وكل الأطراف الفلسطينية على الأرض المصرية، وتبني القضية الفلسطينية ولم ينقطع يوما من الأيام. ليه هذه الفترة هذه الغوغائية والمزايدة على مصر ودور مصر تجاه القضية الفلسطينية؟ اللي يعني كل الناس على مستوى العالم عارفين دور مصر كويس جدا في هذه القضية. طبعا. إنما للأسف الشديد اللي بيتبنى هذه الرؤية تحديدا هم إخوان الشيطان، هم جماعة الإرهاب، الإخوان المسلمين، بيتصدوا ويتبنوا هذا الفكر إن مصر باعت القضية. رأي حضرتك؟ لا شك انه اهل الشر كما يطلق عليهم، يعني التعبير الرئاسي اللي سياده الرئيس بيقولوا دايما في اللقاءات، انه اهل الشر اللي بيتربصوا لمصر واستخدام تحديدا موضوع القضيه الفلسطينيه وما يحدث في غزه، لانه طبعا جانب انساني كلنا بنتاثر بيه وصعب طبعا جدا على اي انسان في الدنيا بيشوفه. طبعا ده طبعا امر خطير، لانه معروف زي ما حضرتك قلت انه مصر على مدار الزمن وعلى مدار العصور وحتى الان وستظل الى اخر الزمان القضيه الفلسطينيه في قلب وعقل ووجدان القياده المصريه والشعب المصري. يبقى ليه النهارده اللي بيحصل ده؟ ليه هذه المزايدات؟ ليه الشغل الممنهج المنظم امام بعض سفارات مصر في الخارج، حتى امام سفاره مصر في اسرائيل؟ كل دي امور بتبين لحضرتك انه اهل الشر متربصين ومصرين على ان هم دايما يحولوا الواقع الى عكسه، انهم يحولوا الحق الى باطل، انهم يحاولوا يشوشوا على فكر ووجدان الناس. يعني ما هي الناس لسه اقرب حاجه خلينا لسه من ايام قليله، اقرب حاجه لسه المساعدات اللي نزلت اللي القوات الجويه نزلتها في غزه، ده اقرب لقطه. يعني العالم كله شاف هذا الدعم الاخير ده. انا مش هكلم حضرتك بقى عن اللي حصل خلال الفتره اللي فاتت، خلينا اقرب لقطه لوجدان الناس اللي من كام يوم او من ايام بسيطه. يعني انتوا شايفين هذه المساعدات وهذا الدعم واللي بيحصل وتبدا تشكك فيه. طب ازاي؟ ده انا شايفه بعيني، يعني على كل شاشات الدنيا، كل الدنيا كان شايفه. يسبقه 10 وفود او 10 انتفاضات غذائيه وخلافه طبعا. لفترات قريبه. ده دعم دائم ومستمر. طب انت ليه مصر انك تطلع صوره جماهيريه عامه سلبيه عكس الواقع؟ ليه؟ عايز اهز المجتمع، عايز ازعزع ثقه المواطن في الدوله، عايز اخلي هناك عدم ثقه ما بين المواطن وبين قياده الدوله، عايز احاول اخترق هذا المجتمع باي شكل. عايز على فكره هو هدف اللي بيشتغل على الموضوع ده، لا هو هدفه فلسطين ولا غزه ولا الناس اللي بيحصل لها في غزه. عشان بس نبقى امناء كده وبنتكلم بشفافيه. احيانا بتحدثوا من فنادق 7 نجوم مش 5 نجوم. بالظبط. فخلينا بس نبقى امناء مع انفسنا كده ان الناس اللي بتستغل هذه الصوره هو لا هدفهم غزه ولا فلسطين ولا الناس اللي هو فشل في اختراق مصر داخليا بالزبط. فبيخترقها من خارج الوطن. بالنسبه له وسيله او آلية او حدث بيستعمله عشان يساعد في هدم وتفكيك المجتمع المصري، او انه يخش جوه المجتمع ويحدث هذه البلبله. ليه؟ ما هو اصل العالم كله النهارده شايف ان مصر يعني قربت قوي انها تخرج من عنق الزجاجه. طب هل العالم الاول وهل اهل الشر وهل اعداء هذا الوطن هيسمحوا
هو ده التحدي بقى. هو ده دوري انا كمواطن، ودور حضرتك في الاعلام، ودور العامل اللي واقف على المكنه، ودور الفلاح اللي واقف في الغيط، ودور الدكتور اللي بيعمل عمليه في المستشفى. دورنا كلنا عشان نعدي بقى من عنق الزجاجه. احنا قربنا خلاص، وبالتالي كل ما حضرتك هتقرب تخرج من عنق الزجاجه، كل ما حضرتك هتقف بقى كده يعني تمام، كل ما هتلاقي التحديات والصعوبات والمؤامرات بتزداد. لانه يعني الكل والعالم واهل الشر يعلموا جيدا قيمه مصر وقوه مصر واهميتها، وان هي رمانه الميزان وراس السبحه. فراس السبحه دي حاجه مهمه، لانه لو اتشالت راس السبحه ما بقاش في سبحه. صحيح. فالموضوع مهم. الوعي بقيمه الوطن، الوعي بقيمه بلدي، الوعي بقيمه المكونات الرئيسيه للدوله المصريه من قياده سياسيه، قوات مسلحه، شرطه، شعب. كل هذه المفاهيم مهمه، مهم ان انا افضل اركز عليها، اتكلم عليها في الاعلام، اكررها اكتر من مره، عشان اساعد بدور وطني في خلق وجدان وفكر ووعي في عقول المواطنين المصريين تفضل مستمره وتفضل داعمه للدوله المصريه. دكتور يحيى هاشم، أستاذ علم الاجتماع والخبير التنمية البشرية والسياسي المعروف. احنا تقريبا خلال الفترة، احنا عقب الثورة بنعاني من غوغائية كلامية، وبنعاني من حرب كلامية وحرب تقنية وحروب كتير جدا بتعاني منها مصر. لكن في خلال الأسبوع الماضي وعلى مدار الأسبوع الماضي كان في تصدير لحالة الإحباط. في حد عايز يحبطنا كمصريين وعايز يوصل لنا صورة من الضبابية وصورة من السوداوية، إن يعني لا، في خلل ما. إزاي ومؤسساتنا موجودة؟ إزاي وهذا الكيان القوي الجيش المصري موجود؟ إزاي والشرطة المصرية موجودة؟ إزاي وإحنا داخلين على استحقاق دستوري وانتخابات مجلس الشيوخ، ثم بعد ذلك انتخابات مجلس النواب، ثم عقبها المحليات؟ احنا دولة راسخة، دولة قوية عافية فتية بناسها وحراسها فعلا. شايف الوضع ازاي؟ ما هو يا فندم لما بيجي اعداء الوطن يعملوا تحليل رباعي للدوله المصريه عشان يطلع عناصر القوه وعناصر الضعف والمخاوف والفرص انه يهد هذه الدوله، المربع اللي بيتعمل عليه الاناليسز والتحليل ده بيطلع له الثلاث عناصر اللي حضرتك قلتهم في عنصر القوه: قياده سياسيه بيدعمها الشعب، قوات مسلحه عظيمه بتجري في عروقنا وفي دمنا، شرطه مؤمنين بدورها وداعمين ليها. طب هو عايز يخترق، عايز يحول عناصر القوه الى عناصر ضعف. ما هو انت مؤمن بقواتك المسلحه، مؤمن بقيادتك السياسيه، مؤمن بدور الشرطه في بلدك، يشككك في كل ده، ما انا لازم يوجد حالة من التشكك في كل ده. لو ما هيشتغل ازاي؟ ما هو لازم يعمل لك حاله التشكك. ولفظ الضبابيه اللي حضرتك قلته ده بحييك عليه لانه دقيق جدا. انت مش شايف هو حقيقه ولا خيال تشويش. ولا صح؟ تشويش بالظبط. لانه هو مش قادر في حاجه، هو مش عارف يكسرها، وهي جيناتك، وهي شخصيتك المصريه، وهي بصمتك التاريخيه، وهي هويتك المصريه اللي هي بتقول ان انا. بص حضرتك اديك نموذج بسيط قوي. اتفضل. كل الدنيا بتعاني من مشاكل مختلفة، جوه مجتمعنا بنعاني من مشاكل مختلفة. طب ما تيجي كده لما بنسمع بس ان حد عايز يدوس على حبة رمل في مصر، كلنا بننسى الألم والهموم ومشاكلنا ونقول ايه؟ بلدنا. معاك 100 مليون مقاتل يا ريس، بلدنا. شوف الموضوع ده مش من فراغ، احنا مولودين، هي جيناتنا كده، اتخلقنا كده وهنفضل كده، لان احنا اهل هذه الدولة وارضنا وبلدنا وعشقنا واجهزتها. ما هو مين يا فندم القوات المسلحة؟ ابني وابن حضرتك. صحيح. مين الشرطة يا فندم؟ ابني وابن حضرتك واخوك وابن خالتك ما هو ايه مكونات الدولة؟ ما هو مين الناس دي؟ الناس دي جايه من بره، يعني بنأجرهم زي البلدان التانية اللي بتعمل جيش صناعي كده بتلموا من كل حتة؟ لا، دول ولادنا بتوعنا احنا، وهي دي القوة، وهي دي الحاجات اللي بتخلي الدنيا بره كل ما يعمل التحليل الرباعي لهدم الدولة المصرية ده عشان يشوف عناصر القوة والضعف والمخاوف والفرص، تطلع له الثلاث عناصر اللي هتجننه
مش عارف يخترقها، مش عارف يكسرها. اقصى حاجه بيعرف يعملها ايه؟ انه يشوش، يعمل هذه الرؤيه الضبابيه اللي تحسسك انه طب هو انا صح، هو انا غلط، طب هم صح هم غلط، يحاول حالة من اللخبطة. حاله من اللخبطه. دكتور يحيى، هذه الحالة من اللخبطة والتشويش اللي مفتعل من قبل بعض الأجهزة المخابراتية وبعض الأجهزة العدوانية لمصر، أنا كمواطن أعمل إيه؟ أنا كمواطن أستقبل الكلام ده إزاي؟ ده السؤال المهم والخطير، لانه انا كلمه السر، انا كمواطن مصري انا كلمه السر في هذا الامر. اولا علي ان اتسلح بالولاء والانتماء وحبي لبلدي، وابقى مدرك انه دي بلدي ماليش غيرها، مش هروح في حته تانية. صحيح. بقت احسن بلد في الدنيا، والله ما انا معاها، والله يعني حصل لها مكروه، ما هو انا فيها برضه. ما هو خلي بالك، ما هو انا اصل الدوله دي مش مجرد كده كلام، ما هو انا الدوله، انا قدرك. المواطن، بالظبط. حلو تعبير أنا الدولة ده. ايوه صحيح. ما هو انا المواطن انا الدوله. هي مصر دي ايه؟ مش المصريين؟ صح يا فندم؟ صحيح. ما هو ما لهاش حل تاني. لما كل المصريين بقى يبقى عندهم في البدايه هذا الدافع والحب لهذا الوطن، عندي وعي باللي بيحصل حواليا وبيشتغلوا عليا ازاي عشان اعرف اواجههم. ما هو انا مش هقدر افهم انه ده طعم في السناره الا اذا كنت انا فاهم انه الناس دي بتشتغل ازاي، زي ما احنا بنقعد نشرح ونوضح كده بيستعملوا الاليات دي ازاي عشان يهدوا المجتمع. صحيح. فكل ما انا بوضح ده، كل ما بيبقى عندي وعي ابقى فاهم اللي بيحصل. لازم يبقى عندي ضمير وطني مخلص في كل عمل بعمله في بلدي ايا كانت وظيفتي. من اول ما مش على قد فلوسهم. لا، ثقافة على قد فلوسهم ديت ثقافة مغلوطة. خليني اقول له اعملها على قد حبي البلدي. شوف بقى حبي البلدي ده قد ايه. فهو ده اخلاصي وحبي في عملي عشان اعبر بيه البلدي عن مدى حبي ليها. كل التحية والتقدير لضيفنا العزيز الغالي اللي بنشرف بلقائه دايما. صحيح هو أول لقاء في البرنامج، إنما أنا التقيت معاه في التلفزيون المصري في حلقات، وأنا أعلم جيدا علم وقيمة وقدر دكتور يحيى هاشم، أستاذ علم الاجتماع وخبير التنمية البشرية. ألف ألف شكر لحضرتك، والشكر موصول لجمهورنا العزيز. وخليني أختم مع حضراتكم بتعبير قاله الدكتور يحيى: أنا الدولة. أنا الدولة فعلا. لما حضرتك يبقى عندك هذه الثقافة وعندك هذا الوعي وعندك هذه الثقة انك انت كمواطن انت الدولة، اكيد كل الامور هيبقى فيها حلحلة، اكيد كل الامور هتشوفها بعين تانية خالص. لازم كلنا يبقى عندنا ثقة في نفسنا ان احنا الدولة، احنا فعلا اللي بنرسخ لهذه المفاهيم، احنا فعلا اللي بنحب البلد حب حقيقي، احنا فعلا لازم نخاف على هذا البلد. مش مجرد كلمات والله، انما هو واقع لازم كلنا نعيشه. لان النهاردة اذا افترضنا ان هذا الوطن لا قدر الله، وان شاء الله ولن يحدث هذا النهار، فين الحدود اللي تستقبلك؟ انت مجموعة دول في بعض مش دولة. مصر 110 مواطن، احنا مجموعة دول، احنا قد دول الخليج مجتمعة. لازم كلنا يبقى عندنا هذه الثقافة وهذا الوعي والخوف على بلدنا. مش عيب. طبل لبلدك كما تشاء، طبل لبلدك وقول لبلدك كل حب واحترام، لان في النهايه دي بلدنا لازم كلنا نخاف عليها. احنا مش هنستأجر ناس من خارج الوطن يخافوا عليها. ما كناش نخاف عليها احنا كمصريين، والله ما في حد يخاف عليها. قبل ساعة ونصف من أن نلتقي دائما وبرنامج 90 دقيقة محافظات، إعلام مهني محترم محترف يحترم عقلية المواطن أينما كان. شكرا لكم.